معامل صرنا ويا اللي يدفنون، بويا ويومي على واحد تبكي العيون، بويا ما نايم على ابن ما تدرون يا ابوي. حمود يا ماي عيني بيتك خلي يا ماي عيني يا اخوي. اسمع اللي مفارق اخوها. بويا ما نايم على ابن ما تدرون، يغمض الليل المفارق اخ شلون يا ابوي، يغمض الليل الليل انا الليل المفارق اخ شلون، حقهم ما دروا بي اللي يونون يا ابوي. اي والله صح، ويا حقهم ما دروا بي اللي يونون، بويا ما فقدوا عزيز وعلي يبجونه، لا يهنا ضيعونه يا ابوي. مواساة إلى أخيها. ولا ويا صورة أخيك طلعها وش بقى، خيب ذا مشتاق قلبك راح يحرقه، الهوى موجود يا أخي النفس ليش يضيق، بويا ثار الزلم بس الزلم تخنقه، والكمالة طمروح يا اخوي وراح، والكم شوغة الخوان ضايقها، يا الله وياك الله وياك الله وياك، روح للنجف منن والغاق يا ابوي. خويا الله وياك الله وياك، عمامك هل جو بالجادري والنور. اي خلي اسولفها. اي والله عدى عتبها لامها، يقول اندفن قرب امها. يما الوالد امي الوالد امي، يما ولو قال وين الوالد امي، يما الوالد امي، يما ولو قال وين الوالد امي. الله اي والله يتمنى لابنها ام قربها. يما يما يا ام ردتها، والخويا ام ردتها، ابويا بوقت المني يا ام ردتها. يما ضال خالي ضال خالي، يما مشان المناطر ضال خالي، يما حميد يا يما عزي ودلالي عزي ودلالي، يما هزة عرفت عز ودلالي يا ابوي. يما لا تمرون لا تمرون، يما علينا يا ربع لا تمرون يا ابوي. يما يا النايمين باللحود، يما والدود ما كروز الغدود، انا الشي عودنا ونقعد زوية يا ابوي. الله اوي 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 اوي،
ونعاي ونعاي مقابل صورتك للصبيح. اي والله اسمعني يا وال خويا، مقابل ويا حمود صورتك للصبح ونعاي ونعاي عليك واحز ظهر انصاب. بويا الولد بويا ونعاي ريس زيهب هوى البطران ونعاي بويا ونعاي انا شي عودنا ونقعد زوية يا ابوي. كلمات الشاعرها سهم العمشانها حق المرحومها محمد. شي يقول بالله مواساة إلى والدها، يقول بعد نتخيلك عالدرب وانطار 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 وعي بدري بشمنا افترق يا أبوي. بويا وانطار 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 انجزم قلبي على فرقاك بويا. ويا حمودي انجسم قلبي على فرقاك وانطار. بويا طريح فراش بس النفس بيه يا ابوي. بويا وين الحنين اللي يدق بابي خويا وعاتبه ويسمع عتابي. خويا وين الدهر ماخذ احبابي انا شي عودنا ونقعد زوية يا اخوي. بعد لا تمشون حيل الهجر يقتلني. بويا يعمي نجف الخوان واشوف الموت يرحمني يا ابويا. الله يا ريت من البكي والله تسمعون بويا شاطيحيت بصوص العيون يا ابوي. ويا حميد مو شان ذاك تغير اللون واهل الرحم بي يدلون يا ابوي. وين يقدر يروح بالابهاء؟ الابهاء من يفقد ولدها. الله يسعد الحسن والحسين. ها الولد يا ابن الولد للضيج الراد. بويا حميد الراد بويا والناس بويا تحب الاولاد يا ابوي. بويا ريت الولد جناز بيا بويا ويم القبر يبكي علي الولد بويا. اي خوانها صحبانها بويا مقابل صورتك والصورة عاتبها بويا عاتبها واقول شماله ما يقعد لصاحبه يا بويا.
لخوانها. خويا خلصت محاجينا وقضينا، وصارت الفرقة مو بدينا يا أبويا. كلمات الشاعر سهم العمشانها بحق المرحومها. خلصت محاجينا بويا وقضينا يا أمير خويا قضينا، وصارت الفرقة المبدين. خويا غفلة عنكم مشينا، أنا ويج والتراب والحاربين يا أبوي. بويا يج والتراب والحاربين، يج والتراب والحاربين. أو المتوفية أو بالسابع أو بالذكرى الأربعينية أو الذكرى السنوية، نجعل مجلس حسيني وثواب تمكنوا أهل المصاب. شوف يا عزيزي، بما أن الإمام الحسين أعطى لله ما يريد، الله أعطى للحسين ما يريد. جعل كرامات خاصة بسيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، رغم الأئمة المعصومين 12 إمام معصوم، كلهم علم واحد وكلهم نور واحد، لكن كما يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: كلنا سفن النجاة وأسرع سفينة الحسين سلام الله عليه. احنا هم من حقنا نسأل الإمام جعفر الصادق، نقول له: سيدي، لماذا سفينة الحسين أسرع؟ نعم، كلكم الأئمة طلقتوا الدنيا، مو مثلنا مشلبين بهاي الدنيا. نعم، علي بن أبي طالب يضرب على رأسه ويقول: فزت ورب الكعبة. زين العابدين يقول: الشهادة لنا عادة. هكذا آل البيت. لماذا الإمام الحسين؟ يأتينا الجواب من قلب الحسين سلام الله عليه. نعم، كيف من قلب الحسين؟ لأن يذكرون أرباب المقاتل والعلماء أن مصيبة كربلاء أرادت أن تحدث بالتاسع من محرم وليس بالعاشر. نعم، هكذا يذكرون بعضهم. يعني حينما تجمهروا على سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين بالتاسع، شافهم راح يهجمون عليه، بعث أخيه أبا الفضل العباس إلى القوم، قال: يا أبا الفاضل، اذهب إلى القوم ليمهلونا هذه الليلة. سيدي، ماذا تفعل بها؟ قال: لنصلي ونقرأ القرآن. نعم، يوم التاسع ترى عبادة. نعم، عد الحسين وآل الحسين. احنا يوم التاسع ناس تسرق وناس تقتل وناس تخلي الأطفال يطقون طقاقات بالشوارع ليل ونهار. بالعكس، هو عبادة يوم التاسع. أحد أصحاب الحسين يقول: أنظر إلى أصحابي بقراءة القرآن والدعاء كدوي النحل، هؤلاء ذائبين في حب الحسين سلام الله عليه. ترى اللي اجوا مع الحسين مو حسبالك 72 أو 76، لا، هذا ابن رسول الله، هذا ابن الزهراء. أحد العلماء يقول 1500، واحد يقول 2000. لكن الإمام الحسين سلام الله عليه من طبيعته أن يوقفهم. نعم، يوقفهم بين كل 4 أيام 5 أيام من المدينة المنورة إلى أن يصل إلى كربلاء. يقول لهم: ترى أنا ما جاي للرئاسة. انسحبوا فد 300 400 ناس ما يردون يموتون، ما يردون الشهادة. ورا 3 أيام 4 أيام قال لهم: أنا ترى جاي لإصلاح أمة جدي رسول الله. انسحبوا أهل دنيا إلى أن بقوا 76 أو 72 مع آل بيته. هؤلاء لبسوا القلوب على الدروع، يتهاتفون على دفع الأنفس. نعم، في اليوم الثاني طبعا ساعة ساعتين انتهت المعركة. أقل رواية 20,000، في رواية 35، في رواية 30,000 مقابل 76 72. المعادلة عسكريا ساقطة، لكن معنويا انتصر الدم على السيف.
نعم، احنا نروح واجيال تروح الى ظهور الامام سلام الله عليه، ياخذ بثأره وبثأر الشيعي المظلوم. صباحا يقف الامام الحسين هنا، قلت لك باب الشاهد حتى ما تنسى، ياتيك الجواب من قلب الحسين. يقف الامام الحسين سلام الله عليه، قال لهم لا تبدأوا بالقتال، خلهم يبدون بالقتال. لكن هذه المرة بجانبه زينب أم المصائب تنظر إلى أخيها أبا عبد الله، وإذا بدموعه على شيبته الكريمة. تفاجأت زينب، الحسين يبكي. قال أخي زينب أنا ما أخاف لا من الأعداء ولا من الموت، أبكي على هؤلاء القوم، هذا باب الشاهد، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. هذا قلب الحسين يا عزيزي. اكو واحد يبكي على اعدائه، نعم الحسين بكى على اعدائه. لذلك الله انطاه هذه المنزله، منزله ابا عبد الله في كل بقاع العالم. الان تقام مجالس الحسين. هسه لما يبدا الخطيب او المتحدث شو يقول على الحسين؟ يا رحمه الله الواسعه. يا عزيز الحسين رحمه الله الواسعه. هسه لو اكو كاتب لو اديب يألف كتب على هاتين الكلمتين، الحسين رحمة الله الواسعة، هذا الكون كله بديهم آل البيت بهذا المعنى. إذن فائدة المجلس للمتوفى أو المتوفية كرامة لمجلس أبا عبد الله، الله يخفف عذاب القبر عن هذا المتوفى أو المتوفية. لأن الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول شيعتنا أخوف ما أخاف عليكم من عذاب القبر. هم يخافون على شيعتهم الأئمة، والعلماء يقولون كل إنسان لابد أن يمر في عذاب القبر. هسه تقول مولانا أكو استثناءات؟ طبعا. هسه أكو ناس مدفونين بالنجف صار لهم 70 سنة 80 سنة، تفتح القبر مالهم الدماء تجري في عروقهم، هذا ولي من أولياء الله. الشهيد الأول بعد السقوط بعد استشهاده ب3 أو 14 عام أخرجوا جسده الطاهر كأنما الدماء تجري في عروقه. وكذلك الشهيد الثاني وأي ولي من أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا هذه المقدمة. إن الموت الذي تفرون منه. سألوا أصحاب عن أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه، قالوا يا أبا ذر لماذا نحن نحب الدنيا ونكره أن ننتقل إلى الموت أو الآخرة؟ ماكو واحد بينا يحب الموت، قلت لك فقط أولياء الله. قال لأنكم عمرتم الدنيا ونسيتم الآخرة. لو ما هذا النسيان تتعبدون ليل ونهار. أدري شنو مولانا يعني نعوف شغلنا نظل بس نصلي ونصوم؟ لا، مو هكذا. هسه اكو مقالة للدكتور الوائلي لطيفة رحمة الله عليه، يقول الحياة مو كلها عمل، الحياة مو كلها جمع أموال، لا، كون الإنسان يوزع وقته. هسه مثلا هذا المجلس مال أبو زيد، الأخوة الأعزاء أبناء العمومة الجيران الأصدقاء، هذا العلماء يقولون من ضمن العبادة، هذا تسجل لك الخطوات. زيارة أضرحة آل البيت من ضمن العبادات، قضاء حوائج الناس، هاي كلها تسجل. فيكون هكذا الإنسان يوزع وقته. وأكو ناس ترى لحد الآن يعني الصلاة لاغيها، الموت ما يفكر به، موجودين أصلا الموت ما يفكر به. شنو الأخ عنده ملايين، عنده مليارات، عنده عمارات، يتمرض ولده يودونه للخارج ما عنده مشكلة، أصلا عمره واصل 60 70 سنة ولحد الآن يجلس مجالس أجل الله سامع الخمر والكذا، واصل كذا من العمر. ليش؟ عنده مليارات ما يفكر بالموت، الصلاة لاغيها تماما. هذا مسكين، نعم مسكين، لأن هذا المال مو ماله. شلون مولانا مو ماله؟ مو جمع بحلال وبحرام وبكذب واحتيال وحتى قتل. اكو ناس تقتل يا عزيزي، تدري لو لا من أجل دفتر أو دفترين تقتل هاي النفس المحترمة. هذا أحد العلماء يقول هذا المال يسمونه مال اعتباري. شنو اعتباري؟ يعني يتركه ويروح للورثة،